الاهلي؟ فوز مهم جدا، بنبارك لجماهير النادي الاهلي، مجلس ادارته، لاعيبته، جهازه، كل العاملين في النادي الاهلي. الحمد لله اثبتنا ان احنا نادي القرن. اثبتنا ان احنا في المواقف الصعبه جدا وفي الظروف اللي بنمر بيها، ظروف صعبه، احتراف رمضان، احتراف ايفونا، اصابه عبد الله السعيد، ثلاثه مؤثرين جدا. وحصلت اصابات، ثلاث اصابات اول مره تحصل لنا في الملعب النهارده. وعندنا نقطه واحده، صحيح احنا كنا نستحق الفوز في القاهره لان احنا جبنا هدف سليم 100% ولم يحتسب. النهارده اثبتنا في وسط جماهير الوداد ووسط المغرب اللي هم بحييهم جماهيرهم وادارتهم والنادي كله، ان يعني لاقيين كل ترحاب من الشعب المغربي بصراحه. يعني احنا بنكن لهم كل احترام، لكن احنا الحمد لله ادينا بشكل كويس ولعبنا بتخطيط معين بحيث ان احنا نمرر الوقت اكتر وقت ممكن، بحيث ان احنا يبقى في مجازفه في الشوط الثاني. ولكن ربنا كرمنا بهدف في بدايه الشوط، فطبيعه الحال كنا تراجعنا للدفاع شويه عشان نحافظ على الهدف. ولكن كمان ظروف الاصابات اضطرينا نعمل تغييرات في ظروف معينه اضطرينا ليها. يعني احنا قاعدين مروان محسن بره، قاعدين عماد متعب، قاعدين صالح جمعه، ولكن مجريات اللعب خلتنا تحكمنا. باسم نزل ادى بشكل كويس قدام فتحي، ولكن حصل اصابه. هاني ادى بشكل كويس برضو قدام فتحي. سعد سمير نزل مساك مكان حجازي. يعني الناس كلها ادت بشكل كويس، سواء اللي ابتدوا او اللي غيروا كانوا رجاله. واثبتنا تاني ان احنا في المواقف الصعبه، وكنا بنقول لجماهيرنا كده ان احنا قادرين، يعني ان احنا ناخد 4 نقاط من الوداد. الحمد لله حطيتنا خطوه على طريق الوصول، لكن المشوار لسه صعب. تغيير كابتن سولية هل كان للإصابة؟ إصابة، ما يعني حظنا بقول لك سيء النهارده. سولية إصابة في العضلة الضمة، ثم إصابة للخلفية في باسم، ثم إصابة في الخلفية لحجازي. أول مرة إحنا بقالنا 4 شهور الجهاز دوت شغال في النادي، مستر مارتن والجهاز المعاون ليه، بقالنا 4 شهور. أول مرة الموقف ده يحصل لنا. يمكن ضغط عصبي، اللعيبة حاسة بمسؤولية، نفسها ترجع للبطولة. ممكن يكون الضغط العصبي أثر شوية في هذه الإصابات. يعني نتمنى طبعا الشفاء ليهم ويقدروا يلحقوا. بس أهم حاجة لينا إن احنا أسعدنا جماهيرنا، سواء مجموعة الجماهير اللي حضرت هنا في مولاي عبد الله، في استاد مولاي عبد الله، أو الجماهير في مصر، لأن أنا متأكد إن هم سعداء جدا جدا دلوقتي. كلمة حق تقال في حق هذه الجماهير، لأنه حضورها حتى كان قبل أيام في التدريب، دعم الفريق، دعم الشناوي، دعم كامل للاعب. خلي بالك احنا بنلعب بدون جماهيرنا في القاهرة. احنا لو بنلعب في استاد القاهرة او في الملعب كله هيتقفل اكتر كمان من النهارده. لكن الظروف في مصر الجماهير بتبقى العدد محدود، وفي الدوري العام نلعب بدون جماهير، فده عامل مؤثر جدا بالنسبه لنا. لكن نتمنى الاوضاع تبقى افضل ان شاء الله الفتره القادمه، ان عوده الجماهير تاني. بقول يعني سعداء بوجودنا في المغرب، بنكن كل احترام للشعب المغربي. يعني بنعشق المغرب، وبصراحه شفنا منهم كل خير. حتى الجماهير بتاعتنا لما دخلت، كل الجماهير في الملعب كانت بتحييهم. يعني فان شاء الله نوصل احنا والوداد، نتمنى ده ان شاء الله. شكرا كابتن، وبالتوفيق وعوده ان شاء الله بخير للقاهره. كما تابعنا كانت اجواء جميله جدا، اجواء احتفاليه، وكذلك اجواء من الروح الرياضيه بين كوادر الفني للاهلي والوداد، وكذلك مع اللاعبين. تحيه كانت مع الصافره النهائيه للمباراه. تفضل زميلي نزار. شكرا لك ياسين معرك، كنت معنا مباشره من الرباط، مسرح القمه بين الاهلي والوداد. شكرا جزيلا لك.